ستروين اي اكس واحدة من العربيات الأكثر شعبية في أوروبا في الثمانينات والتسعينات، واللي تم إنتاجها من سنة 1986 ل 1998، وصنعت في فرنسا ودول تانية زي أسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وتركيا والصين. ستروين اي اكس اتصنعت عشان تحقق اكبر قدر من الاقتصاديه في السوق العالمي، مع تصميم مميز في الوقت ده بمواتير ومواصفات خاصه عشان تكتسب اكبر شكل من الاقتصاديه. الاي اكس نزل بموتور بقوه 1000 و1100 و1400 سي سي، وده على حسب الفئه. وللعلم 1000 سي سي ما نزلش مصر نهائيا، لكن 1100 كان بينزل بقوه 55 هورس باور، اما 1400 نزل بقوه 75 هورس باور، والموتور ده كان مطلوب بشكل كبير من كل الموديلات، مع نظام دفع امامي كربراتير وفتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 3 سرعات. ستروين اي اكس نزلت بالشكلين، الاول 3 ابواب وده ما انتشرش في مصر، والتاني 5 ابواب مع تعديلات بسيطه من الموديل التاني، زي تعديلات في الجزء الامامي والخلفي. يعني مثلا لوجو ستروين اتغير وبقى في نص الاكسدام وفوق الشبكه، ده غير اضافات تانيه من الموديل التاني زي تكييف وازاز كهرباء وامكانيه طي المقاعد الخلفيه وسنتر لوك وكشافات شبوره اماميه وخلفيه. اما بالنسبه لمواصفاتها فكانت بتيجي بارتفاع 1.35 متر وطول 3.50 متر وعرض 1.56 متر، وارتفاعها عن الارض 11 سم، مع طول قاعده العجلات 2.28 متر، وسعه الشنطه الخلفيه 278 لتر وبتوصل ل 668، وده بعد طي المقاعد الخلفيه، مع وزن 670 كيلو، ده طبعا مع سرعه قصوى 170 كيلو في الساعه، بمعدل تسارع من 0 ل 100 في 10 ثواني، وتانك بنزين بسعه 43 لتر مع معدل استهلاك 8 لتر لكل 100 كيلو. برغم انتشار الاي اكس في بلاد كتير في اوروبا، الا ان ما كانش ليها انتشار كبير في مصر، وده نتيجه لعيوبها اللي ظهرت مع الاستخدام، وبالتحديد بعد ما استخدمت كعربيه اجره ولمسافات والوقت كبير، وبدايه ظهور عطل مع التاني. فالعربيه ما اثبتتش نفسها على الاطلاق، وكانت غير اعتماديه تماما سواء في اجزاء الموتور وغيره من العيوب. ده غير ان في اوروبا على المدى البعيد من الاستخدام ظهرت نفس العيوب دي، وبرغم كده لسه بتستخدم لحد النهارده في بعض دول اوروبا، وما زالت شعبيتها مستمره، وده لانهم قدروا يتعاملوا مع عيوبها بتعديلات في الموتور والفتيس، غير متابعه الصيانه الدوريه بشكل مستمر. وبسبب عدم اعتماديتها ومشاكلها اللي ظهرت مع الوقت ما استمرش انتاج العربيه فيما بعد 98، وما نزلش اصدارات تانية منها، فكانت بتنزل ب6 عيوب. اول عيب الاعتماديه، وزي ما قلت لك العربيه بتفتقد تماما للاعتماديه وبتحتاج صيانه بشكل كبير ومعامله خاصه. لكن للعلم الموتور قوي واعتمادي، لكن بيقابل مشكله بتفقد له الاعتماديه دي، وهي سخونه العربيه، والسخونه المتكرره دي للاسف بتسبب اعطال تانية. تاني عيب الصيانه، والعيب ده بسبب اجزاء الميكانيكيه المختلفه واللي مش معروفه لاي صنايعي، ده غير ان حوض العربيه ضيق جدا، فبالتالي مش اي صنايعي يقدر يشتغل فيها. تالت عيب قطع غيارها، قطع غيارها مش متوفره ونادره في اغلب المحافظات، وسعرها غالي نسبيا. رابع عيب ثباتها، وده يعتبر عيب كبير في العربيه لانها بتفتقد الاتزان تماما مع السرعات العاليه، وما انصحكش باي شكل انك تزود سرعه العربيه عن 100، لانك هتلاقي العربيه بتموج منك وممكن ما تقدرش تسيطر عليها. وعيب الاتزان والثبات ده نتيجه لمواصفات العربيه اللي مش مناسبه تماما لوزنها الخفيف، والحل انك تركب جنوط عشان تديها نوع من الثبات. خامس عيب اعاده بيعها، فبسبب عدم انتشار العربيه في مصر والعيوب اللي ذكرناها، فالستروين اكس بتواجه مشكله كبيره جدا في اعاده البيع. اما اخر عيب حجمها، واللي بيصعب بشكل كبير انها تكون عائليه، وده لانها بتفتقد لمساحات التخزين الا في حاله طي المقاعد الخلفيه. لازم برضو نتكلم عن مميزاتها واللي مش كتير. اول ميزه الاقتصاديه، فالعربيه موفره جدا للبنزين بمعدل استهلاك من 5 ل 7 لتر على حسب الفئه. تاني ميزه نظام التعليق، فعفشه الستروين تعتبر متينه وتستحمل، وده كان دافع خلى بعض السواقين في مصر يستخدموها كعربيه اجره، ده طبعا قبل ظهور عيوبها. تالت ميزة سعرها، فسعرها يعتبر مقبول جدا واللي بيخلي اي حد يقدر يشتريها. اخر ميزة نظام التوجيه، فهتلاقي راحة ودقة كبيرة في التوجيه نتيجة لوزن العربية الخفيف. رابع ميزة قطع غيارها، وده برغم عدم توفرها بشكل كبير الا انها اعتمادية ومعمرة، وانا هنا بتكلم عن قطع غيارها الاصلية.
السيتروين اي اكس لو سالتني ارشحها لك ولا لا، فانا عن نفسي هقول لك استبعدها تماما من حساباتك، لانها وبرغم سعرها القليل ما فيهاش القيمه مقابل السعر، وبسعرها ده انت ممكن تشتري عربيات تانية من نفس الفئه ليها قطع غيار مع اعاده بيع اسهل. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.